السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله رب كده تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم طريقة للسمك البوري المشوي بالزيت والليمون بطريقة جميلة جدا. طريقة زي المحلات بالظبط، مش هتفرقها ابدا عن بره. بل بالعكس، ان الطريقة دي انضف واضمن بكتير. بتمنى بقى ان الوصفة دي لما تجربها تعجبك. لو عجبتك بقى ما تنسيش تحطي لي كده لايك، ولو مش مشتركة تشترك وتفعلي لي الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك الاشعار. معايا كده ده سمك بوري. اي حجم انت تحبيه يعني، بس يفضل ان هو يكون حجم كبير. مغسول ومتنضف طبعا وشايل القشره بتاعته، ومفضيه كده من جوه، وعامله له فتحات من هنا وفتحه واحده بس كده من الجنب التاني ده. يعني فتحه من جنب وعامله فتحات كتيره كده من الجنب التاني ده بالشكل ده. معايا بقى كده التوابل، معايا بابريكا، معايا كمون على كزبره، معايا ملح، معايا فلفل اسمر، معايا طماطم، ومعايا بقدونس او كزبره عادي. ناخد بس الورق بتاعه، معايا بصل ومعايا جزر ومعايا زيت ومعايا ليمون. هحط كده كل الخلطه دي كده مع بعضها. هحط عليها بقى كده التوابل، هحط عليهم كده معلقتين 2 خل. كده قلبت كل الخلطه كده ببعضها بالشكل ده، مع التوابل مع بعضها، مع شويه الخل، مع الخضار ده كله. قلبته كده بالشكل ده. حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا اخلي البصله تدبل كده. بقت بالشكل ده يعني. معانا بقى كده السمكه كده بالشكل ده. احاول بقى ان انا املاها كده، املى الراس بتاعتها طوالي كده، والبطن بتاعها دي طوالي، اخليها كده ايه، تبقى ملانه كده من نفس الخلطه دي كده، علشان ان هو التتبيله كلها تخش في قلب السمكه. طبعا انا مظبطه الملح بتاعها، انا حطيت معلقه. بقى دقتها كده لقيتها عايزه شويه ملح، حطيت لها كمان شويه ملح، لان طبعا انتوا عارفين ان السمك بيحب الملح والليمون والكمون والحاجات دي. اهو بالشكل ده كده. هكمل بقى كل الكميه بنفس الشكل ده كده وارجع لكم. خلصت كده بقى كل الكميه بالشكل ده كده. لسه معايا كده حوالي يجي 4 معالق كده من الخلطه. معانا بقى كده ورق حراري. هحط انا كده معلقتين كده من الخلطه اللي انا عملتها دي كده تحت. هحط انا السمكه كده فوق الخلطه دي كده بالشكل ده. احاول ان انا اخلي الفتحات الكتيره دي هي اللي فوق. هعمل انا بقى كل الكميه بالشكل ده وارجع لكم. عملت كل الكميه بقى بالشكل ده كده، حطيتها رصيتها في الصينيه. وحطيت جبت الورق الحراري، حطيت فيه كده معلقتين من الخلطه علشان يفصل بين الورق الحراري وبين السمكه، وعملته بالشكل ده كده. الخطوه بقى اللي بعد كده معايا بقى كده الزيت اهون بالفرشه كده، واجي عليه كده ادهن السمكه كده بالزيت. الطريقه دي بقى بجد بجد يعني خطيره زي المحلات بالظبط. بعد
بعد ما حطيت زيت معايا بقى الليمون اهو، هاجي كده بردك بالليمون كده عليها. بقى بالشكل ده بقى انا ادخلها كده الفرن ياخد بس تشميعه كده وبعدين اطلعه تاني. الخطوه بقى اللي بعد كده، انا معايا كده فلفل الوان مقطعاه كده بشكل طولي. ده كده السمك بعد ما خد تشميعه بقى بالشكل ده كده. انا سبته حوالي 10 دقايق كده بالظبط وطلعته. هجيب انا بقى كده الفلفل كده بالشكل ده، احاول ان انا ادخل في الفتحات كده. بالشكل ده كده. دخلت في كل الفتحات اللي انا عملتها كده فلفل بقى بالشكل ده. هدخله بردك الفرن ياخد كمان 10 دقايق واخرجه. كده بقى شكله انا قعدته كده كمان ربع ساعه كمان في الفرن بقى بالشكل ده كده. كده بقى لسه بردك مخلصش تمام كده. هنرحمه؟ لا مش هنرحمه، لسه مكملين معاه. معايا انا بقى كده دي الدقه اللي انا هحطها عليه. دي بقى فلفل الوان وليمون وخل وكمون وكزبره وتوابل كده كتير وبابريكا مع بعض وشطه. وحطيت خل ونص كوبايه ميه ومعلقه توم وفرمت ده كله في قلب الخلاط كده. وادانا بقى وحطيت كمان اللي هو البقدونس وكزبره معاه. فرمتهم كلهم ادانا بقى الخلطه دي كده. انا بقى دلوقتي هولع تاني بقى عايزه انقله على الجريل براحتي. عايزه احطه في قلب الصاج اللي انا هعمله على الصاج كده، نفس الصاج اللي انا عملته في قلب الفرن. هولع عليه كده على البوتاجاز عشان اكمل الخطوه الاخيره. دلوقتي بقى انا كده ولعت التاني عليه كده بقى، بس على البوتاجاز من فوق كده. انا هكمل الخطوه الاخيره بقى بس على البوتاجاز كده من فوق، لمجرد ان هو بس الميه اللي تحته دي تنشف. هنزل انا عليه بقى بالدقه اللي انا عملتها له. ريحته بجد حاجه كده فظيعه ما تتوصفش بصراحه. هو بدأ خلاص يتشرب الميه بتاعته. انا بقى هنزل انا كده بالدقه كده. الريحه بصراحه فظيعه فظيعه فظيعه. بتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتقولوا على رايكم. كده بقى كده السمك خلاص كده خلص وشرب الدقه بتاعته وشرب كل حاجه كده، وبقى بصراحه بقول ارحميني بصراحه. ريحته بجد وهم يعني. ريحته قلب البيت وقلب الشارع حاجه كده والله العظيم. بتمنى ان انتوا تجربوها بجد وتقولوا رايكم. انا كده خلاص هطفي عليه كده. نديله بقى كده رشه كده اي حاجه خضرا كده. بقى بالشكل الجميل ده كده. كده انا خلاص خلصته. ما تنسوش بقى لو جربتوها والفيديو عجبكم او الفيديو عجبكم وجربتوا الوصفه دي، ما تنسوش بقى كده تحطوا لي لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم.
يلا سلام عليكم.